بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم في حلقة جديدة على قناة Organized. في حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا، وهي عملية الجلايكوليسيس، أو نقدر نسميها عملية التحلل والتكسير اللي بتحصل على مستوى مركب الجلوكوز. ونقدر نقول برضو إنها أقوى عملية بتحصل في جسمنا، وبتحصل دايما باستمرار أول لما بناكل. طب العملية دي بتحصل إزاي؟ وإيه الخطوات بتاعتها؟ وإيه المركبات اللي بتكون موجودة في العملية ديت؟ هنشرح كل حاجة في العملية دي بالتفصيل في حلقة النهاردة إن شاء الله. مبدئيا كده لازم نكون عارفين إن كل الأكل اللي بيدخل جسمنا بيكون الهدف بتاعه هو إنتاج الطاقة. يعني مثلا البيتزا الجميلة ديت أول لما احنا بناكلها بتدخل جوه جسمنا، وبعد كده الأكل ده الجسم بتاعنا بيبتدي إن هو يهضمه ويكسره لمركبات أصغر وأصغر لحد لما نوصل لحد الجلوكوز. طيب طالما وصلنا للجلوكوز، فين دلوقتي إنتاج الطاقة؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة في حلقتنا. يعني نقدر نقول ان الاكل اللي احنا بناكله الهدف منه ان احنا ننتج طاقه. الطاقه دي هي اللي هتخلينا نقدر نركز، هي اللي تقدر تخلينا نعمل الاكتيفيتيز بتاعتنا، النشاطات، نقدر نتحرك، نقدر نلعب، نقدر نعمل كل الحاجات ديت بس من وجبه الاكل اللي احنا بناكلها. فالاكل بيدخل جوه جسمنا، يبتدي يتكسر، يدينا مركب الجلوكوز. اول لما نوصل للصوره ديت يجي عندنا عمليه الجلايكوليسيس تبتدي تتم كأول خطوة في إنتاج الطاقة جوه جسمنا. طيب عملية الجلايكوليسيس دي هي لو جينا بصينا لاسمها هنلاقي إن هي بتتكون من مقطعين، جلايكو ولايسيس. طب هنيجي نبص برضو يعني إيه جلايكو يعني إيه لايسيس، هنلاقي إن كلمة لايسيس ديت يعني تحلل أو تكسير، وكلمة جلايكو جاية من الجلوكوز. يعني نقدر نفسر المصطلح بتاع جلايكوليسيس إنه التكسير اللي بيحصل على مستوى الجلوكوز عشان من خلاله ننتج الطاقة. كويس جدا وجميل. ده بيحصل فين بقى؟ مركب الجلوكوز ده بيبتدي يخش جوه الخلايا بتاعة جسمنا، عشان بعد كده جوه الخلية بتاعتنا يتم عملية الجلايكوليسيس اللي من خلالها هيتم إنتاج الطاقة. يعني بكل بساطة الأكل الجميل دوت لما بناكل بيدخل جوه جسمنا بيقدر يهضم الأكل ده لمركبات أصغر لحد لما نوصل لحد الجلوكوز يبتدي يتحرك ويدخل جوه الخلايا بتاعتنا، عشان جوه الخلايا بتاعتنا يحصل للجلوكوز ده عملية الجلايكوليسيس أو عملية تكسير الجلوكوز لمركبات أخرى من خلالها يتم إنتاج الطاقة. دلوقتي لما نيجي بقى نبص على التفاصيل أكتر ونعرف إزاي عملية الجلايكوليسيس ديت بتتم، هنقول بكل بساطة عملية الجلايكوليسيس احنا قلنا إن احنا بنكسر الجلوكوز، فأول مركب عندنا هيكون الجلوكوز. الجلوكوز ده طيب بيتكون من إيه؟ بيتكون من 6 ذرات زي ما احنا شايفين أهو، أدي 1 2 3 4 5 6، بيتكون من 6 ذرات كربون. الجلوكوز ده بيبتدي يتكسر عن طريق 10 خطوات عشان مركب الجلوكوز الواحد يتحول في النهاية ل2 مركب بايروفيت. ولو لاحظنا على مركب البايروفيت هنلاقي ان هو بيتكون من 1 2 3 ذرات كربون. يعني بكل بساطة صورة عامة كده عملية الجلايكوليسيس هي عملية الجلوكوز بيخش فيها الخلية بتاعتنا، يبتدي يمر عن طريق 10 خطوات عشان في النهاية يديني 2 من مركب اسمه البايروفيت. لما نيجي بقى نخش أكتر في تفاصيل العملية ديت هنلاقي إن العملية بتاعت الجلايكوليسيس دي بتمر بمرحلتين رئيسية، ستيج 1 وستيج 2. هنسمي المرحلة الأولانية هي مرحلة الدفع، بمعنى الخلية بتاعتنا بتبتدي تدفع أكنها بتدفع فلوس كده، بس مش هنقول فلوس، هنقول إن هي بتدفع طاقة. الخلية بتاعت جسمنا هتاخد مركب الجلوكوز ده وتبتدي تكسره وتحوله من مركب جلوكوز لمركبات تانية، بس عشان ده يحصل لازم تستهلك شوية طاقة، بس كمية الطاقة اللي بتستهلكها صغيرة لحد لما ينتج عندنا مركب وسيط.
المركب الوسيط ده، الخلية بقى هتستغل المركب الوسيط ده عشان من خلاله تبتدي تحوله لحد مركب البيروفيت، ونوصل للمرحلة الثانية اللي من خلالها هننتج الطاقة. يبقى كده نقدر نقول إن عملية الجلايكوليسيس ديت هي عملية بتتم في خلال 10 خطوات، بيتم فيها تحويل الجلوكوز مركب عبارة عن 6 ذرات كربون لاثنين من المركب اسمه بيروفيت عبارة عن 3 كربون. وفي خلال العملية ديت بنمر بمرحلتين. المرحلة الأولى الخلية بتاعتنا بتبتدي تستهلك كمية قليلة جدا من الطاقة عشان تبتدي تكسر الجلوكوز ده، عشان بعد كده نخش للمرحلة الثانية فالخلية تستفاد من التكسير في مركب الجلوكوز اللي احنا حبة الطاقة اللي دفعناها قليل ديت، ان ننتج كمية طاقة كبيرة عشان نوصل في الآخر لمركب اسمه البيروفيت. طيب دلوقتي عشان نخش في التفاصيل أكتر والعملية دي بتتم ازاي، لازم نعرف اللعيبة بتوع العملية دي. الحقيقة ان احنا اللعيبة بتوع العملية دول هم 8 بالظبط. ايه هم؟ عبارة عن 6 انزيمات، وعربية نقل، عربية بتشيل حمولة هنسميها الناد، ومركب الطاقة اللي هنسميه في صورة ال ATP. طيب هم دول ال8 حاجات بتوعنا، 6 انزيمات، عربية نقل هنسميها ناد، ومركب الطاقة اللي هنسميه ال ATP. طيب لو جينا نبص على ال6 انزيمات دولت هنختصرهم بصورة سهلة وبسيطة جدا. الانزيم الأول اسمه الكاينيز. أول لما نلاقي مسمى كاينيز نعرف إن الكاينيز ده أو الانزيم ده هيشتغل دايما على مجموعة فوسفات. يعني في عملية الجلايكوليسيس بتاعنا طالما قلنا كلمة كاينيز يبقى في العملية دي هيحصل تعامل مع مجموعة فوسفات، يا إما هنشيل مجموعة فوسفات يا إما هنحط مجموعة فوسفات، وهنعرف التفاصيل اللي جاية واحدة واحدة. الانزيم رقم 2 اسمه الايزوميريز. الايزوميريز ده بقى ده الساحر بتاعنا. يقدر المركب ده انه يعمل تحويل في المركب اللي موجود معانا لصورة مشابهة منه. ده الساحر، ده المعلم بتاعنا. يبقى اول لما اشوف مركب الايزوميريز ده هيعمل ايه؟ هفتكر دايما ان ده الساحر بيعيد صياغة وتركيب المركب عشان يغيره لمركب مشابه ليه. تمام. نيجي للمركب الثاني واسمه الالدوليز. الالدوليز ده بقى الفتوة، ده بقى الراجل القوي جدا اللي بيلعب جيم ومليان العضلات. بيعمل ايه الالدوليز؟ بيجي عند المركب ويقسمه 2. تمام لحد دلوقتي. نيجي للإنزيم رقم 4 واسمه دي هيدروجينيز. من اسمه دي يعني يشيل، ريموف، دي يعني يشيل أو يعمل ريموف. هيعمل ايه؟ دي هيدروجينيز جاية من دي هيدروجين. يبقى المركب ده أو الإنزيم ده هيعمل ايه؟ هيشيل من المركب اللي جاي علينا مجموعة هيدروجين. طيب في حاجة بقى مهمة جدا 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 لازم نكون عارفينها. أول لما نشوف مركب الديهيدروجينيز ده ما بيجيش لوحده، ده دايما بيجي معاه عربية النقل. ليه؟ عشان لما يشيل مجموعة الهيدروجين من المركب في عربية النقل اللي هي اسمها الناد، وتاخد هي مركب الهيدروجين وتتحول من عربية نقل اسمها ناد لعربية نقل اسمها ناد وشايلة معاها هيدروجين فهنسميها ناد اتش. طيب الانزيم رقم 5 اسمه ميوتيز. ميوتيز ده بيعمل ايه؟ نقدر نسميه الساحر رقم 2 او الجوكر. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ريبوزيشننج. يعني ريبوزيشننج بكل بساطة مجموعة الفوسفات اللي هتكون موجودة على المركب بتاعنا هيبتدي ينقلها ويحطها في مكان تاني. تمام لحد دلوقتي؟ تمام. نيجي لآخر انزيم موجود معانا هو الإينوليز. الإينوليز ده دوره ايه؟ بكل بساطة بيشيل مية من المركب بتاعنا. يبقى كده نقدر نقول ان احنا عندنا 6 انزيمات عبارة عن الكاينيز اللي بيتعامل مع مجموعة الفوسفات إذا كان هيحطها أو هيشيلها، الايزوميريز وهو ده الساحر اللي بيعمل تغيرات على المركب بتاعنا،
ثالث حاجة هو الالدوليز، وده الفتوة القوي اللي هيبتدي يكسر الرابطة بتاعتنا أو المركب بتاعنا لمركبين أصغر. رابع واحد الدي هيدروجينيز، من اسمه دي يعني يشيل، وهيدروجين يعني هيشيل هيدروجين، يعني هيشيل مجموعة هيدروجين، وده ما بيجيش لوحده، دايما بيجي مع عربية النقل. وخامس واحد بيجي معانا انزيم الميوتيز، وده بيعمل ريبوزيشننج كده، بيقعد يشيل ويغير ويحط في اماكن تانية. واخر واحد عندنا وهو الانوليز، وده بيشيل ميه من المركب. ومعانا كمان مركب الطاقه بتاعنا اللي هو الاي تي بي، وهو ده المهم بالنسبه لنا. طيب كده احنا عرفنا الصوره كامله، ما يلا بينا بقى ندخل في التفاصيل. احنا قلنا عمليه الجلايكوليسيس ديت عباره عن مرحلتين. ستيج رقم واحد، وقلنا المرحله الاولى هي عباره عن ايه؟ هي عباره ان مركب الجلوكوز هيدخل عندي جوه الخليه، والخليه ديت هتستهلك كميه قليله بس من الطاقه عشان تحول لي مركب الجلوكوز لمركب وسيط او في نص العمليه. والمركب الوسيط ده يخش للمرحله الثانيه او ستيج 2، اللي من خلالها يبتدي يتكسر عشان يديني كميه طاقه اكبر تقدر تساعدني انا في الحركه والتفكير واللعب. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوه في عمليه الجلايكوليسيس، الجلوكوز دخل جوه الخليه بتاعتنا، واحنا متفقين ان الجلوكوز عباره عن ايه؟ عن 6 ذرات كربون. ادي 1 2 3 4 5 6. اللي هيتم على الجلوكوز، اول انزيم هيجي عندنا، بصوا من اسمه ايه؟ اسمه كاينيز، هيكسو كاينيز. طيب دلوقتي يا دكاتره، كاينيز يعني بيعمل ايه؟ احنا قلنا كاينيز يعني هيتعامل مع مجموعه فوسفات. طيب ايه كلمه هيكسو ديت؟ بكل بساطه يعني 6. يعني ايه 6؟ يعني الانزيم الكاينيز اللي هيتعامل مع مركب فيه 6 ذرات، اللي هو مين؟ الجلوكوز. مش الجلوكوز فيه 6 ذرات كربون؟ عشان كده الانزيم بقى اسمه هيكسو كاينيز، يعني الكاينيز اللي بيتعامل على مركب فيه 6 ذرات. زي ما احنا قلنا ان الكاينيز ده عباره عن بيتعامل مع مجموعه فوسفات، هيعمل ايه؟ وقلنا ان الخليه بتصرف طاقه. الكاينيز ده هيروح لمركب الطاقه بتاعنا اللي هو الاي تي بي، ويكسره لمركب اصغر منه اسمه اي دي بي، وياخد من الاي تي بي دوت او مركب الطاقه مجموعه فوسفات واحده. هي مجموعه الفوسفات ديت خدها الكاينيز، هيعمل بيها ايه بقى؟ هيقوم رايح الكاينيز انزيم ده او انزيم الكاينيز لما خد مجموعه الفوسفات، هيروح حاططها عند ذره الكربون رقم 6 على مركب الجلوكوز. احنا قلنا ادي 6 ذرات كربون، ادي 1 2 3 4 5 6. هيجي عند ذره الكربون رقم 6 ويحط فيها مجموعه الفوسفات، فيحول المركب يبقى اسمه ايه؟ بكل بساطه جلوكوز 6 فوسفات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مركب جلوكوز محطوط عليه مجموعة فوسفات عند ذرة الكربون رقم 6، زي ما هو باين اهو يا دكاترة. مجموعة الفوسفات بفعل انزيم الكاينيز اللي خد مجموعة الفوسفات من مركب الاي تي بي بتاع الطاقة، وراح حطه عند مجموعة او ذرة الكربون رقم 6 في مركب الجلوكوز. بكل بساطة كاينيز يبقى هيتعامل مع فوسفات. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيجي لنا الساحر اللي هو مين؟ ايزوميريز. وزي ما احنا قلنا ان طالما الانزيم جه هيتسمى على اسم المركب اللي جاي يشتغل عليه. هيشتغل على مين؟ هيشتغل على مركب فيه فوسفات، يبقى ادي فوسفو. والمركب عبارة عن 6 ذرات كربون، يبقى اسمه هيكسو او هيكسوز لانه سكر، فيبقى اسم الانزيم بتاعنا ايه؟ فوسفو هيكسوز ايزوميريز. طيب احنا قلنا الايزوميريز بيعمل ايه؟ الايزوميريز عباره عن ساحر. الساحر ده كل اللي بيعمله انه بيشتغل على المركب اللي موجود معانا ويبتدي يغير فيه شويه وبيحوله لمركب شبهه شويه. فهيبتدي الايزوميريز ده يشتغل على الجلوكوز 6 فوسفات ويحوله بسرعه لمركب اسمه فركتوز 6 فوسفات. طيب دلوقتي بقى معايا الفركتوز 6 فوسفات، لسه في ذرة فوسفات محطوطة عند ذرة الكربون رقم 6، عشان كده اسمه 6 فوسفات. ايه اللي هيحصل دلوقتي يا دكاترة؟ هيجي عندنا كاينيز تاني. الكاينيز دلوقتي هيبقى اسمه ايه؟ من اسمه برضه
في مجموعة فوسفات فهيبقى اسمه فوسفو، هيشتغل على فركتوز فهيبقى اسمه فركتو. وبما انه كاينيز يعني هيعمل ايه؟ هياخد مجموعة او هيشتغل على مجموعة فوسفات. هياخدها منين؟ هيروح لمركب الاي تي بي، نفس الكلام هيكسره لمركب اصغر منه، او مش بمعنى هيكسره، هو هيحوله لمركب اصغر منه وياخد مجموعة الفوسفات واحدة منه، وهيعمل ايه؟ يقوم ضايفها على المركب. هيضيفها فين؟ هيضيفها عند ذرة الكربون رقم 1، وهيبقى المركب بتاعنا بالمنظر ده، في فوسفات عند رقم 1 وفي فوسفات عند رقم 6. فايه اللي هيتغير عندنا؟ هيبقى اسمه فركتوز 1 و6 بس فوسفات. يعني ايه الكلام ده؟ هو فركتوز وعليه مجموعة فوسفات، ولكن بدل الواحدة 2 بس، يعني 2 محطوطة فين؟ محطوطة في ذرة الكربون رقم 1 وذرة الكربون رقم 6. بكل بساطة بقى اسمه فركتوز 1 و6 بس فوسفات. طيب دلوقتي يا دكاترة المركب ده بقى كبير قوي. متخيلين؟ كان جلوكوز في الأول 6 ذرات كربون وما عندوش أي مشكلة، اتحطت عليه مجموعة فوسفات بمساعدة الهكسوكاينيز، بعد كده اتعمل له شوية سحر وتحول في الشكل بتاعه بمساعدة الايزوميريز فبقى فركتوز 6 فوسفات. بعد كده جه كاينيز تاني حط له مجموعة فوسفات تاني بقى في رقم 1 ورقم 6. المركب بقى كبير. يجي مين دلوقتي؟ الله ينور عليكم، يجوا الفتوة بتاعنا الالدوليز يقول لا معلش المركب ده كبير، انا هقسمه 2. يوم الالدوليز قاسم المركب بتاعنا لمركبين، مركب اسمه الدي اتش اي بي ومركب اسمه الجي 3 بي. ودلوقتي نقدر نقول ان احنا وصلنا للخطوة الوسيطة او الخطوة اللي من خلالها نقدر نروح للستيج 2 او المرحلة الثانية. بما اننا قلنا المرحلة الثانية فدي مرحلة انتاج الطاقة. طيب بما ان احنا عندنا مركبين جي 3 بي ودي اتش اي بي، افتكروا يا دكاترة مين المهم بالنسبة لنا انه يكمل في عملية الجلايكوليسيس؟ الاجابة هو مركب الجي 3 بي. فبما ان المركب ده مهم احنا عندنا منه قطعة واحدة اهو. طب ليه ما نخليش القطعة الواحدة دي تزيد وتبقى قطعتين؟ ايوه زي ما انتوا قلتوا، طب ما احنا ممكن نحول الدي اتش بي دوت لجي 3 بي. طيب طالما قلنا ان احنا ممكن نحول مركب لمركب تاني، يبقى احنا محتاجين مين؟ بالظبط محتاجين الساحر ايزوميريز. الايزوميريز ده هيعمل ايه؟ اسم المركب تريوز فوسفات ايزوميريز. ليه اسمه كده؟ لانه بيشتغل على تريوز 3 فوسفات، لانه 3 فوسفات، وبما انه ايزوميريز يعني هيحول. بصوا كده يا دكاتره عمل ايه؟ بكل بساطه حول الدي اتش بي تاني لجي 3 بي. وكده بدل ما بقى عندنا مركب واحد جي 3 بي، لا خلاص بقى عندنا ادي 1 ادي 2 من الجي 3 بي. وكده بقى عندنا مركبين مش مركب واحد عشان نقدر ننتج كمية طاقة أكبر في الخطوات الجاية. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ مركب الجي 3 بي ده هيحصل عليه ويكمل معانا العملية. هيجي لنا دلوقتي مين؟ مركب أو إنزيم مهم جدا اللي هو الجي 3 بي دي هيدروجينيز. وطالما قلنا دي هيدروجينيز وبما انه هيشتغل على الجي 3 بي فاسم الانزيم جي 3 بي دي هيدروجينيز. بما اننا قلنا دي هيدروجينيز قلنا ده ما بيجيش لوحده، بيجي معاه مين؟ بيجي معاه ناد. طب السؤال حلو قوي، احنا عندنا 2 من مركب الجي 3 بي، بالتالي هتيجي عندنا 2 عربية نقل 2 ناد. حلو قوي. الدي هيدروجينيز ده بقى هيعمل ايه؟ زي ما احنا متفقين يروح على مركب الجي 3 بي وياخد منه هيدروجينة، هيسحب من المركب هيدروجين، هيعمل له دي هيدروجين او هيشيل منه ذرة هيدروجين. ومش بس كده، هيضيف على المركب كمان مجموعة فوسفات. يعني الدي هيدروجينيز هيعمل حاجتين، الحاجة الأولانية هيشيل مجموعة هيدروجين من مركب الجي 3 بي، وما ننساش احنا عندنا 2 مركب مش مركب واحد، فاحنا كده الحصيلة هنشيل مركب هيدروجين من واحد جي 3 بي وواحدة هيدروجينة من مركب جي 3 بي تاني. وهيعمل ايه؟ هيضيف مجموعة فوسفات على الجي 3 بي.
عربية النقل بقى ديت اللي هي الناد هتاخد مركب او هتاخد ذرة الهيدروجين ديت تتحول من ناد لناد اتش، وهيبقى عندنا منها 2 لان احنا في الاساس معانا 2 جي 3 بي. طيب المركب اللي هينتج عندنا ايه دلوقتي؟ هيبقى عندنا مركبين زي ما قلنا، الدي هيدروجينيز هيسحب هيدروجين ويضيف فوسفيت، هيضيف فوسفيت في اول المركب وكده كده عندنا فوسفيت في اخر المركب، فمن اسمه هيبقى اسمه ايه؟ 1 و3 بس فوسفوجليسريت. يعني ايه الكلام ده؟ مركب عبارة عن 3 ذرات كربون، ادي 1 2 3، مجموعة فوسفات محطوطة عند ذرة الكربون رقم 1 وعند ذرة الكربون رقم 3، عشان كده اسمه 1 و3 بس، عشان 2 ايه؟ 2 مجموعة فوسفات جليسريت، هيبقى اسمه المركب بتاعنا 1 و3 بس فوسفوجليسريت. طيب انا دلوقتي محتاج انتج الطاقة، هعمل ايه؟ هيجي عندي انزيم مهم جدا اسمه الكاينيز، وطالما قلنا كاينيز يبقى احنا هنتعامل مع مجموعة فوسفات، ولكن المرة دي مش زي الخطوة الأولانية. الخطوة الأولانية احنا بندفع فوسفات، بندفع فوسفات وبندفع طاقة. المرة دي احنا هناخد الفوسفات وهناخد الطاقة. هنعمل دوت ازاي؟ بكل بساطة الإنزيم بتاعنا اسمه فوسفوجليسريت. ليه؟ لأن المركب اللي هيشتغل عليه هو اسمه 1 و3 بس فوسفوجليسريت. هيعمل إيه بقى الكاينيز ده؟ هيجي عند ذرة الكربون رقم 1 وياخد منها مجموعة الفوسفات ويروح على مركب ال ADP اللي كان موجود معانا من شوية ويديله مجموعة الفوسفات ديت ويحوله لمركب ال ATP اللي هو مركب الطاقة اللي احنا عايزينه عشان ينتج لنا الطاقة المهمة بتاعتنا. طيب وبما ان احنا عندنا 2 من المركب ده، فالكاينيز هيروح عند المركب الثاني وياخد مجموعة الفوسفات الثانية ويروح حاططها على مركب ال ADP ويحولها لمركب ATP مركب الطاقة بتاعنا، فبالتالي هننتج 2 مركب طاقة ويتحول عندنا المركب من 1 و3 بس فوسفوجليسريت 1 و3 بس فوسفوجليسريت. بكل بساطة أنا هشيل رقم 1 هيبقى اسم المركب إيه؟ 3 فوسفوجليسريت، ما بقاش فيه بس يعني 2، يعني في ذرتين فوسفات، ما بقاش فيه غير ذرة واحدة فوسفات اللي هي محطوطة فين؟ عند رقم 3، فهيبقى اسم المركب 3 فوسفوجليسريت. طيب دلوقتي إيه اللي هيحصل عندنا؟ هيجي الإنزيم الثاني الميوتيز. إحنا قلنا الميوتيز ده بيعمل إيه؟ بكل بساطة الميوتيز ده بيعمل ريبوزيشننج. يعني ايه ريبوزيشننج؟ يعني بيقعد هيحرك مين؟ اللعب كله على مجموعة الفوسفات، هيروح على مجموعة الفوسفات اللي في مركب 3 فوسفوجليسريت وياخد مجموعة الفوسفات اللي عند ذرة الكربون رقم 3 وينقلها عند ذرة الكربون رقم 2 ويروح عند المركب الثاني منه ينقل مجموعة الفوسفات عند ذرة الكربون رقم 2، فيحول المركب من 3 فوسفوجليسريت هيحوله لايه؟ بالظبط كده هيبقى اسمه 2 فوسفوجليسريت. ليه 2؟ لان ذرة الفوسفات دلوقتي محطوطة عند ذرة الكربون رقم 2، لو عديناهم ادي 1 2 3، ذرة الفوسفات محطوطة عند ذرة الكربون رقم 2، فبالتالي المركب بقى اسمه 2 فوسفوجليسريت. طيب المركب ده محتاج شوية تعديلات شوية. أنا الهدف بتاعي أساسا إن أنا أحول الجلوكوز لحد مركب اسمه البيروفيت. طب بيجي بقى مركب عندنا انزيم عندنا اسمه الإينوليز. الإينوليز ده بيعمل إيه؟ هيقوم رايح للمركب ده كده يقوم ساحب منه مية. أول ما يسحب منه مية ويحرك الفوسفات بتاعته تاني من ذرة الكربون رقم 2 لذرة الكربون رقم 3، يبقى سحب ميه وذرة الفوسفات اتحركت من ذرة الكربون 2 ل 3، المركب هيتحول من 2 فوسفوجليسريت لفوسفو اينول بايروفيت. هنفتكرها من اسم الانزيم اسمه اينوليز، يبقى عندنا اينول في النص وبايروفيت لان هو ده المركب اللي انا محتاجه وده الخطوة اللي قبل الاخيرة، وفوسفو لان لسه في مجموعة الفوسفات. طيب يا دكاترة احنا عندنا مجموعة فوسفات هنا ومركب البيروفيت اللي انا محتاجه هو مركب ما فيهوش مجموعة فوسفات. طب ايه رأيكم نستفاد بمجموعة الفوسفات ديت وننتج طاقة؟ طالما هشتغل على مجموعة فوسفات فانا محتاج مين؟
بالظبط كده، انا محتاج كاينيز، هيجي عندي انزيم اسمه البيروفيت كاينيز. ليه اتسمى بايروفيت؟ لان الناتج بتاعه في الاخر هو مركب البيروفيت. وليه اتسمى كاينيز؟ لانه هيشتغل على مجموعه الفوسفات في المركب اللي قبله. هيعمل ايه؟ هياخد مجموعه الفوسفات اللي معانا ديت ويوديها برضه لمركب الاي دي بي الصغير، ويحوله لمركب اي تي بي بتاع انتاج الطاقه. بما ان احنا عندنا مركبين في كل خطوه دلوقتي، هيسحب مجموعه الفوسفات الثانيه ويوديها برضه لمركب الاي دي بي ويحوله لمركب اي تي بي كبير يدينا الطاقه. وبكده نقدر نكون شلنا مركب الفوسفات من الخطوة ديت وحولنا مركب الفوسفوإينو البيروفيت لاتنين مركب بيروفيت. وبكده نكون خلصنا عملية الجلايكوليسيس. هنلاقي عندنا ايه يا دكاترة؟ هنلاقي ان الناتج بتاعنا مهم جدا. عندنا اتنين من عربية النقل الناد اتش، وعندنا في الخطوة الأولانية هنا اتنين مركب اي تي بي انتاج طاقة، وكمان في آخر خطوة اتنين مركب انتاج طاقة اي تي بي تاني. يعني معانا أربعة، اتنين هنا واتنين هنا، أربع مركبات طاقة في الخطوة هنا. وكمان اتنين بايروفيت، لأن البايروفيت ده مهم جدا، لأن الجلايكوليسيس هي أول عملية من عمليات إنتاج الطاقة. ولكن كمان البايروفيت ده هيخش في مراحل تانية نقدر نشرحها احنا في حلقات جاية تانية كتير، ازاي البايروفيت ده بيقدر هو كمان يخش في مراحل تانية عشان يدينا كمية طاقة أكبر وأكبر. وبكده نقدر نلخص عملية الجلايكوليسيس في الصورة اللي قدامنا دي. دخل عندنا مركب اسمه الجلوكوز، 6 ذرات كربون، ابتدى يخش المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى الخلية ابتدت تصرف شوية طاقة قليلين قوي، مقدارهم قد إيه؟ 2 مركب اي تي بي، اللي هم أنهي يا دكاترة؟ اللي هم لو رجعنا شوية لأن هم دول، ادي مركب وادي الثاني. لما قلنا ان احنا حولنا دول وكسرناهم لمركب اصغر اللي هم الاي دي بي، ادي كده 1 وادي 2. يبقى احنا كده الخطوة الأولانية والمرحلة الأولى هي مرحلة استنفذنا فيها 2 مركب طاقة عشان نوصل للمركب الوسيط بتاعنا، اللي من خلاله هنبتدي نحول ويحصل تحولات عشان نقدر ننتج 2 مركب بايروفيت. وفي الرحلة دي حصلنا على ايه؟ حصلنا على 4 مركبات طاقة، 4 اي تي بي، و2 عربيات نقل، 2 NADH. يبقى كده نقدر نقول ان احنا استهلكنا 2 وحصلنا على 4 مركبات طاقة. يبقى الحصيلة بتاعتنا، الناتج بتاعنا، الخلية نجحت في ان هي تاخد 2 مركب طاقة كنهائي بعد الاستهلاك وبعد الحصول. يبقى من مركب جلوكوز 1 دخل عملية الجلايكوليسيس قدرنا نحصل على 2 مركب طاقة ATP، 2 عربيات نقل ناد اتش، و2 مركب من البيروفيت. تخيلوا كل ده من موليكيول او جزيء جلوكوز 1 بس. احنا بيخش جسمنا قد ايه بقى من الجلوكوز، فبالتالي قد ايه من مركبات الطاقة. ولكن كل مركب او كل جزيء جلوكوز 1 بيخش عملية الجلايكوليسيس، ده بيكون الناتج بتاعه. وبكده يا دكاترة نكون خلصنا حلقة النهاردة، وهي حلقة الجلايكوليسيس. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، فيها شرحنا كل حاجة، إزاي مركب الجلوكوز بتاعنا بيبتدي يمر بمراحل كتيرة. المرحلة الأولى اللي من خلالها بنقدر نوصل لمركب الجي 3 بي، وفي المرحلة دي بيشتغل عندنا مجموعة من الإنزيمات. الهدف الرئيسي بتاعها إن احنا نكسر الجلوكوز لمركبات أصغر منها. بس الخلية في المرحلة دي بتبتدي ان هي تدفع طاقة وبتدفع ATP من عندها. عشان قد ايه ATP؟ مجرد 2 بس، عشان بعد كده ندخل للمرحلة الثانية اللي من خلالها يتم انتاج في الاخر 2 مركب بايروفيت، ولكن 4 مركبات طاقة و2 عربيات نقل، 2 ناد اتش. تكون المحصلة عندنا 2 مركب بايروفيت، 2 ATP، و2 ناد اتش. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم يا دكاترة. وحلقة النهاردة كان الهدف منها إزاي الأكل بتاعنا بيخش جوه جسمنا عشان يتكسر للجلوكوز، اللي من خلاله نقدر نحصل على الطاقة اللي نقدر نمارس فيها كل نشاطاتنا اليومية، ونقدر نشتغل ونلعب وكل حاجة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. أشوفكم في حلقات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.